اهلا بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. محمد صلاح يحقق الانجاز التاريخي في الدوري الانجليزي، وكولر يحذر من عدم الاقتراب من 5 لاعبين، وكابتن محمود الخطيب يرفض قرار رابطه وقرار كابتن حسام حسن. يلا بينا للتفاصيل. النهارده قدر يحقق محمد صلاح الانجاز التاريخي بعد فوز ليفربول على سويتش تاون بهدفين مقابل لا شيء، وقدر محمد صلاح يسجل هدف عشان بكده يكون سجل الموسم التاسع على التوالي في المباراة الافتتاحية، والرقم ده محدش قدر يحققه من أي لعيبة في الدوري الإنجليزي. أما الخبر الثاني، كولر يحذر من عدم الاقتراب ل5 لاعيبة. حذر مارسيل كولر إدارة الأهلي من عدم الاقتراب ل5 لاعيبة، وقال لهم لو اي عرض جه لاي لعيب احنا ممكن نناقشه ما عدا ال5 دول. مين هم بقى؟ وسام ابو علي، امام عاشور، مروان عطيه، اكرم توفيق، حسين الشحات، وقال لهم دول ممنوع يسيبوا النادي الاهلي. اما بقى بالنسبه لكابتن محمود الخطيب والرابطه، فالرابطه كانت مقرره ان الدوري يتسلم في العالمين في احد الفنادق، لكن محمود الخطيب رفض وقال الكوره للجماهير، وقرر انه هيأجر استاد ويتم تسليم فيه الدرع الدوري العام للنادي الاهلي بعد حفله كبيره، ولازم الجمهور يحضر لان جمهور الاهلي حمايه. وقال كابتن محمود الخطيب ان كل لعيبه الاهلي مشاركه في الاحتفاليه دي، بما فيهم كابتن حمدي فتحي وكابتن احمد عبد القادر لو حب يجي. اما بقى بالنسبه لقرار كابتن حسام حسن بضم اللعيبه قبل المعسكر باسبوع في يوم 25/8، فكابتن محمود الخطيب رفض بناء على تعليمات مستر مارسيل كولر اللي قال ان لازم اللعيبه تريح 3 اسابيع على الاقل. وقرر مجلس اداره النادي الاهلي ارسال لاعيبته المنضمه للمنتخب يوم 1/9، وده وفقا للاجنده الدوليه. اما بقى بالنسبه لكابتن محمد النني صاحب الاخلاق العظيمه، نزل تويته امبارح وقال فيها انا فخور بانضمام النادي الخليجي الاماراتي فخر ابو ظبي، وان شاء الله نقدر نحقق معاه كل البطولات. واحنا يا كابتن محمد بنتمنى لك كل التوفيق والعوده بقوه للدوري الانجليزي. ومن ناحيه تانيه، قرر كابتن محسن صالح الاستقاله من لجنه التخطيط، وقرر كابتن محمود الخطيب الغاء لجنه التخطيط اصلا وعمل لجنه فنيه برئاسه كابتن زكريا ناصر. اما عن كابتن خالد بيبو، فقرر التقدم النهارده الاعتذار عن منصبه النهارده لمجلس الاداره منعا للحرج. اما المرشحين لمنصب مدير الكوره وبقوه هم كابتن هاني رمزي وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن عماد متعب. اما بقى بالنسبه لكابتن وليد صلاح الدين، كابتن محمود كلمه وقال له انت عندك استعداد تتنازل عن منصبك في نادي زد وعن الظهور الاعلامي؟ قال له انا تحت امر النادي يا كابتن في اي وقت، وهنشوف في الايام الجايه هتظهر لنا ايه. بالنسبه بقى للاهلي، فهو بينافس نفسه في هذا الموسم ويدمر ارقامه القياسيه اللي حققها قبل كده، رغم خسارته اليوم امام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، واللي احرز هدف الاهلي عمر كمال عبد الواحد، وبعدها على طول كابتن طلعت يوسف نزل الاساسيين عشان عبد الكبير الوادي يسجل هدف والكاميروني ارنولد يسجل هدف. واراهن يا جماعه ان الزمالك هيفاوض ارنولد لانه سجل هدفين امام الاهلي، هدف في الدور الاول وهدف في الدور الثاني، يعني اللي هيخلي الزمالك تتعاقد معاه انه سجل هدفين بس. نخش بقى على الارقام القياسيه اللي النادي الاهلي حطمها. نادي القرن، اولا كده يا جماعه الاهلي حصل على كل البطولات الموسم ده، الدوري المصري بعد 11 شهر لعبة كرة قدم، دوري ابطال افريقيا وكاس مصر والسوبر المصري، واكتر عدد اهداف الاهلي احرزها الموسم ده 75 هدف. ومن ناحية تانية نلاقي ان الاهلي اكتر فرقة شاركت بلعيبة الموسم ده 46 لاعب. ومن نفس الناحية التانية نلاقي وسام ابو علي السهم الفلسطيني حصل على هداف الدوري بعد ما احرز 19 هدف، والكلام ده كله بعد ما جه في الدور الثاني، والكلام ده اصلا ما اتحققش يجي من 20 سنة، وكل الارقام القياسية دي اصلا مسجلة بالنادي الاهلي، زائد ان هو فاز ب 21 مباراة متتالية بدون اي هزيمة. الرقم القياسي الوحيد اللي ما قدرش النادي الاهلي يكسره واللي مسجل باسمه اصلا هو عدد الفوز بالمباريات. الاهلي ب 2016 وفي 2017 فاز ب 28 مباراه، وفي موسم 18 و19 فاز برضه ب 28 مباراه، والرقم ده هو مسجل باسم النادي الاهلي، وكان هيكسروا الموسم ده تاني بس ربنا ما اردش. وعموما الف مبروك للدوري ال 44 يا نادي القرن. اللي ما يعرفوش منكم كتير ان عدد فوز الاهلي ببطولة الدوري العام اكتر بمرة ونص من جميع اندية الدوري، وارجع استغرب لما يقول لك قطبي الكرة المصرية. نفسي اعرف فين المنافس التاني للاهلي، وبستغرب جدا حرفيا لما الناس تقول قطبي الكرة المصرية وتقارن بين الاهلي والزمالك. طب تعالى كده نعمل مقارنة بسيطة ما بينهم هما الاتنين من ناحية البطولات
هنلاقي ان الاهلي واخد الدوري 44 مره والزمالك 12 مره بس، والاهلي واخد بطوله كاس مصر 39 مره والزمالك 28 بس، والاهلي واخد بطوله ابطال افريقيا 12 مره والزمالك 5 مرات بس. اللي انا اعرفه ان المنافسه لما تبقى ما بين فرقتين يبقى المنافسه ما بينهم بطوله او بطولتين او 3 بالكتير قوي. مش سنين ضوئيه، الاهلي حرفيا بينافس نفسه وبيحطم ارقامه. وفي النهايه نوجه واجب العزاء للمهندس محمود طاهر بوفاه ابنه حسن محمود طاهر، نسال الله ان يرحمه ويغفره ويدخله في فسيح جنته. وبكده حلقتنا تكون خلصت، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش، واتمنى اكون ما طولتش عليكم. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.